انتهى الهلال بهدف مقابل لا شيء. هنا كرة عرضية وحسن العتيبي يخرج بتوقيت سليم وتصل التسديدة والكرة في المرمى. هدف أول للتعاون من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. أحمد الحربي يسجل هدف أول في المباراة مع الدقيقة 14 والتسديدة جاءت من خارج منطقة الجزاء. خلصت الكرة بشكل سليم مع خروج موفق كان من حسن العتيبي حارس مرمى فريق نادي الهلال، ولكن الكرة كانت في غياب أيضا المتابعة الأولى من لاعبي الوسط ولاعبي المحور في فريق نادي الهلال لتصل لأحمد الحربي اللي ثبتها بشكل جميل ويسددها بشكل أجمل. الكرة بجانب أو في الناحية اليمنى على يمين حارس المرمى حسن العتيبي. الكرة تسجل هدف أول للتعاون، هدف جميل وهدف من كرة من لاعب خبير حقيقة أحمد الحربي ومن لاعب مميز، لاعب شارك مع الهلال في مواسم ماضية لكنه يسجل في مرة. النجعي العودة إلى أرض الملعب عن تلقي العلاج. كرة من نواف العابد الآن، نواف للناحية اليسرى، كرة من عبد الله الزوري. زوري أمامه ثلاثة لاعبين. ستريشكو يعني يعيد لاعبين للخلف. التعادل للهلال بالكرة العرضية وعيسى المحياني. عيسى المحياني كمان وكمان يثبت بأنه تواجده خطير وبأنه لاعب يعرف الصندوق تماما وبأنه يسجل هنا في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الثاني هدف التعادل للهلال. هدف التعادل للهلال عيسى المحياني يسجل أنا بقول كمان ل4 مرات لأنه هي رابع أهدافه في دوري الزين السعودي للمحترفين وأيضا هدفه الأول في هذه المباراة. هذه الكرة العرضية اللي كانت من عبد الله الزوري. العودة أيضا عيسى المحياني تحرك خارج أو خلف سعود الخيبري والكرة الرأسية تصطدم بالأرض وتغالط حارس المرمى فادي الثنيان. وهدف في الهلال الأول وهدف التعادل الذي يأتي بعد محاولات كانت يعني غير مجدية تماما في شوط المباراة الأول، ولكن شوط المباراة الثاني